عرّض نفسك للنور هتنوّر. ساعات بتحس إن الدنيا تقيلة عليك، كل حاجة حواليك بتشدك لورا، يمكن السبب بسيط، أنت نتيجة اللي بتتعرّض له كل يوم. عندي واحد صاحبي كان كل شوية يقول لي أنا فقري، أنا فقري، أنا فقري، لحد ما جاب لي أنا الفقر شخصيًا. يا ترى إيه الأخبار اللي أنت بتسمعها كل يوم؟ إيه الفيديوهات اللي بتقعد تسكرول عليها؟ إيه طبيعة الحاجات اللي بتقراها؟ المزيكا اللي بتسمعها؟ الصور اللي بتشوفها؟ كل ده عقلك بيستوعبه من غير ما تحس، كل ده بيشكلك. تخيل معايا يكون يومك كله مليان طاقة سلبية، طبيعي تبقى سلبي، بس لو قررت تغير، لو شغلت حاجة تفيدك، لو سمعت مثلا بودكاست، سمعت كلام يفرق معاك، قعدت مع ناس تشجعك تزقك لقدام، حياتك كلها هتتغير. اختياراتك البسيطة في اليوم هي اللي بتحدد انت مين. عارف لو عرضت نفسك للنور هتنور. ابدأ النهارده، خلّي اختياراتك كلّها إيجابية، عشان تكون أنت الإيجابية اللي بتدوّر عليها. أثّر أنت في الناس، ولو ما عرفتش تأثّر فيهم، حاول تتأثّر بالحلو، ما تتأثّرش بالوحش. أنت متخيّل إن الخوارزميات بتاعة السوشيال ميديا فهمتك وأنت لسه ما فهمتش نَفْسك؟ أنا عايزك تتخيّل معايا كده 2 إخوات عايشين في نَفْس البيئة، واحد قرّر ينزل نادي والتاني فضل قاعد في الشارع. اللي قاعد في الشارع ده، تفتكر مين هيبقى أصحابه؟ إيه طبيعة الكلام اللي بيقوله، وطبيعة الكلام اللي بيسمعه؟ طب واللي في الgym عقليته هتبقى عاملة إزاي؟ بفرض النظر إن هيكون جسمه صحّي، لكن عقليته كمان هتكون صحية. بالضبط، ده اللي باحاول أوصّله. نقّي الحاجات اللي بتدخل لك، كل حاجة بتدخل لك بتأثّر فيك من غير ما تحس. خلّيك فاكر، كل صورة، كل مشهد، كل فيديو، كل شتيمة ممكن تكون بتسمعها وأنت معدّي، كل ده بيأثّر عليك. اختار اللي يدخل هنا، عشان ده هيأثّر على كل حياتك. خلّيك فاكر، عرّض نَفْسك للنور هتنوّر.